السلام عليكم، مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم راح نحضروا مع بعض وصفة بزاف تحبوها، وهي عبارة عن طبق جزائري تقليدي 100%، وهي الدولمة. جبتها لكم يعني دولمة بطاطا والقرعة بلاصوص بلونش بزاف بنينة. وصفة سهلة وناجحة، خبوا الوصفة عندكم، تحتاجوها في رمضان إن شاء الله وفي باقي الأيام. جبت هنايا قطعة دجاج، تقدروا ديروها كما تقدروا تستغنوا عليها. هنا درت شويه زيت وعندي بصله. هي من الاحسن انكم تقطعوها شرائح تكون رقيقه. راح نستعمل توابل ابو حفص. توابل فيها ريحه هايله وبنتهم روعه، يمدلكم يعني طعم رائع للوصفات تاعكم. شوفوا درت منهم فلفل كحل، درت شويه برك تاع القرفه وشويه نتاع الكركم، ودرت الملح اكيد. وهنا راح نحطهم فوق النار، نقصوا النار وخلوهم يتقلوا على غلظهم. جبت هنا القرعة والبطاطا، الكمية على حسب أفراد العائلة. هنا شوفوا كيفاه درت الجريوات هذيك أو القرعة، نحيت لها برك الراس تاعها، والبطاطا بعد ما قشرتها قسمتها على 2. هنا شوفوا راح نفرغها فقط باستعمال مغرفة، جيبوا مغرفة تكون شوية صغيرة، واللي عندها هذيك الأداة اللي تفرغ بها القرعة تقدر تستعملها. هنا شوفوا فرغتها من جهة واحدة، الجهة الثانية خلوها مسكرة. ونفس الشيء بالنسبة للبطاطا، فقط نحو غير بشوي. هذوك اللي تنحوهم تقدروا من بعد تعاودوا تقلوهم عادي كما تقدروا تفوروهم، وتستعملوهم مع الحشو يعني كما تحبوا. هنا شوفوا هذيك لاصوص راني نقلي فيها مليح هذيك البصله مع الدجاج. درت شويه حمص، اذا استعملتوا في الطاجين ديروا الحمص يكون طيب نص طياب، اذا درتوا في لاكوكوط ديروا الحمص مشمخ فقط. هنا بعد ما تقلات معايا مليح مليح درت لها الماء وخليتها طيب. من جهة أخرى عندي فيونداشي مع صدر الدجاج، درت له الملح ودرت له هنايا توابل أبو حفص. استعملت توابل اللحم أو توابل الدجاج. درت هنايا أيضا فلفل كحل، درت 2 مغارف خبز مرحي، عندي بصلة تكون مرحية، حبة بيض وكزبر أخضر مقطع. هنا تقدروا ديروا بالبولي اشي وحده أو الفيونداشي وحده. تقدروا أيضا تستعملوا الرز يكون عادي يعني ماهوش طايب، ديروا حوالي نص كيس او فنجيل على حسب الكميه اللي درتوها. يعني انا نشوفوا هذه الكميه تاع الدجاج واللحم راهي بقات لي، يعني ما درتش فقط لهذا، درت بها طبق اخر على هذه كثرت الكميه. انتم يعني كميه قليله تكفيكم، لانه راهي ماهيش يعني ما تديش بزاف الحشو البطاطا هذه والقرعه. هنا شوفوا كيف راني نعمر فيهم. هنا شوفوا القرعة هذه أو الجريوات ديروا غير بشوي هكذا به تتعمر معاكم حتى الداخل. شوفوا الطريقة كيفاه، عمروها غير بشوي لأنه الجهة الثانية راهي تكون مسكرة، هكذا به الحشو تاعكم ما يخرجش. هنا عمرتهم كامل. قبل ما نعمرهم نسيت نقول لكم اني لازم ندير لهم الملح اكيد. رشيتهم بالملح في الوجه الاول، قلبتهم زدت عاودت رشيتهم على الوجه الثاني. يعني لازم تديروا الملح للجريوات وللبطاطا تاعكم باه ما تجيكمش الماكله صامته. اكيد انا باه تجيني الدولمه بنينه لازم نقليها، البطاطا والجريوات لازم نقليهم، ما نحبش مباشره نديرهم في لاصوص، هكذا تجيكم بزاف بنينه. شوفوا درت كميه قليله من الزيت ما تكثروش. درت هذيك البطاطا، غطيتها هكذا ونقصت يعني للنار هكذا بها طيب لي مليح، او على الاقل تدي يعني 60% طياب. هنا شوفوا مرة على مرة راني نقلب فيها ونحمرها على كل الجهات هكذا تطيب معاكم كما قلت لكم شويه، ما تديلكمش وقت طويل كي تكون في لاصوص، وتزيد تجيكم بنينه. اكيد اي حاجه تقلوها وديروها في لاصوص تجيكم بنينه احسن من انكم ديروها مباشره. هنا نفس الشيء درتو مع الجريوات، درتها تتقلى ومره على مره راني نحرك فيها حتى تدي لي هذا اللون. من الاحسن حمروه مشوي هكذا، من بعد كي ديروهم في لاصوص يبان الشكل تاعهم مليح. حتى هذه قطعه الدجاج ايضا زدت قليتها. هاي لكم النتيجه كيفاه كانت. يعني الوصفه هذه البنات بزاف هايله، ننصحكم تجربوها على هذه الطريقه تجيكم روعه. حتى هذيك لاصوص تجي بزاف بزاف بنينه. شوفوا هنايا كي يطيب هذاك الدجاج والحمص ايضا يكمل طيابه، تبقى لكم شويه من هذيك لاصوص، زيدوا لوحوا فيها هذيك البطاطا والجريوات، غطوهم على نار قليله خلوهم حتى يكملوا طيابهم 100%. واكيد ديروا حسابكم لازم ما تنشفش كامل من لاصوص.
هنا درت لها شويه كزبر اخضر كما شفتوا، غطيتها خليتها حتى طابت. وهنا هاي لكم النتيجه النهائيه. صراحه طبق رائع يا البنات، وصفة جزائرية تقليدية 100%. ننصحكم تجربوها بهذه الطريقة. فضلا وليس أمرا البنات، خليوا لي رايكم في التعليقات، نحتاج تعليقاتكم كامل هكذا يعني نعرف يعني رايكم، وزيدوا قولوا لي وش من وصفات حابين نشاركهم معكم. يعني صراحة نتعب بها نقدم لكم وصفات، ماذا بيا تدعموني وتدعموا قناتي وتطلعوا لي الفيديوهات اللي نحطهم به كامل البنات يستفادوا. هنا شوفوا الطبق جا بزاف بنين، ننصحكم تجربوه ونتلاقوا في وصفات جديدة إن شاء الله.